السلام عليكم ومرحبا بكم في نهار جديد واقتراح جديد على قناتكم سفيرة الطبخ زكريا. نقول لكم عواشركم مبروكة، الله يدخل عليكم هذا الشهر بكل المتمنيات ان شاء الله، والرزق والتيسير باش نصايبوا ان شاء الله هاد الشهيوات اللي ضروري ما يكونوا واجدين بقوة في المائدة الرمضانية. سلو كما كتشوفي معلك وبنين ومقوم وفي المتناول ان شاء الله ديال الجميع. غتحضريه وغتحماقي عليه انت والعائله، وكاع اللي تذوقوا من عندك غيطلب لك لا غوسيت. كما كتشوفي رائع مقوم على حقه وطريقه. ما نطولش عليك وعلى بركه الله فرجه ممتعه. اول حاجه عندي كيلو ونصف ديال الزنجلان اللي نقيته وغسلته بطبيعه الحال، ودابا غادي ننتقلوا باش غادي نحمروه. ممكن هاد المرحله تحمريه في الفران، وانا دائما كنفضل نحمره في الكوكوط لانه التحميره ديال الكوكوط كتجي زوينه ومنفخه وكتبقى القرمشه لمده طويله ان شاء الله. هانتي الجنجلان درتو في الكوكوط كما كتشوفي معايا، ورشيته بالقليل من الماء باش يتنفخ ليا. وغادي نستعمل هنايا الفوي الخلاط اليدوي اللي غادي يساوي لينا التحمار ديال هاد الزنجلان. غادي نحمرو من بعد ما تحسي بانه كيطرطق غادي تضيفي واحد نص معلقه هنايا ديال الزيت. ضفتها باش ان شاء الله القرمشه تبقى لينا في السلو كاع المده اللي غادي يكون عندنا ان شاء الله. هانتوما غنبقى مستمره وكنحرك هنايا دغيا لانه كيتحمر ليا. وهنايا ملي حمرت الكميه ها هي. دابا غنتقلوا ان شاء الله للوز. بالنسبه للوز عندي انا كيلو ديال اللوز اللي مسحته جيدا بطريشنا اللي فازقه، ومن بعد كنديرو في الكوكوط حتى كيتحمر ليا. يعني حمرت نص كيلو، ونص كيلو فسختو اللي غادي نقليه هانتوما قدامكم في الزيت ان شاء الله. من بعد ما غادي يتقلى ديروه في الزيت اللي هي بارده ان شاء الله. هنايا عندي كذلك كاوكاو، كيلو ديال الكاوكاو اللي غادي نضيف ليه الماء هنايا، وغادي نديرو فوق الريشو، وغادي نضيف ليه الاضافات اللي غتشوفوا معايا. غنضيف ليه هنايا واحد شويه اولا شاصيه ديال نسمه زهره البرتقال، وكذلك لي طرونج ديال الحامض، وغادي نحيد ليه هذيك الزفره ديالو ولا الجهد. ها نتوما هاد الكشكوشه اللي كيطلق راه الزفره، يعني كنقصوا من الجهد ديالو باش كيجينا المذاق ديالو زوين ان شاء الله. وما تقوليش كاع حنا دايرين كاوكاو في السلو ديالنا، راه كاين اللي كيفضل دائما يدير الكاوكاو في السلو ديالو. داكشي باش انا قلت غادي ندير معكم ان شاء الله مخلط ما بين اللوز والكاوكاو باش يكون في المتناول. من بعد ما يعني درنا ديك العمليه وحيدنا الزفره شي 3 المرات، غنديرو في طريشنا وغادي نخليه حتى ينشف ان شاء الله ونرجعوا ليه. هنايا عندي نص كيلو ديال الشوفان، جبت الكوكوط ديالي واحد الملعقه مملوءه ديال الزبده سبيسيال، وغادي نحاول نحمرو حتى نتحصل على واحد الشوفان اللي محمر ليا باذن الله كما غتشوفوا معايا. من بعد ما غادي نقربوا لكم في واحد الملعقه خشبيه. هانتوما بقاو كتساويوه حتى التحمر. هانتوما هذه هي النتيجه، التحميره ديالو راها مزيانه. هنا غادي ننتقلوا للدقيق القمح الكامل. عندي نص كيلو اللي هي 500 غرام، غادي نديرها كذلك في الكوكوط. وبامكانك الا كذلك الا بغيتي تحمري في الفران غير هي الكوكوط، وكتستعني بهذه الاداه ديال الفوي راه كتسهل عليك العمليه وما كتكور لك حتى حاجه، وكتحصلي على نتيجه اللي زوينه بزاف. كذلك 500 غرام اللي هي نص كيلو ديال الدقيق الابيض. هانتيا من بعد ما حمرتو هذه هي النتيجه. وضروري نسييه باش نشوف اللويه اللي غادي يعطيني. ممكن ديري شويه ديال الزيت، وبامكانك ديري غير شويه ديال الماء. انا بالنسبه للويه عجبني هذاك هو اللويه اللي غادي ندير. من بعد ما كاوكاو نشف ليا تقريبا واحد 4 سوايع حتى ل5. هنايا كنقليه في الزيت، وحاولوا ديك الزيت ما تحرقوهاش غير بشويه لاننا غادي نديرو فيها الخلطه باش غادي نخلطوا الصفوف ديالنا. هنايا درت 4 ديال الفورس و4 ديال الفينو. هانتوما شحال من واحد غادي يقول لك لا هاد الخلطه ماشي صحيه. المهم كل وحده دير داكشي فاش كترتاح. انا كنتشارك معكم الوصفه، واللي بغى تسلو صحي 100% راه كاين الطرق ديالو ممكن ديرها. هانتيا بالنسبه ننتقلوا هنايا للطحين ديال الجنجلان. هنايا كنطحن الجنجلان حتى كنتحصل عليه بهذه الطريقه واحد الكميه، يعني بحال كنهرشيها كما كتشوفوا معايا. وواحد الكميه غادي نردها عجينه، يعني راه بالنسبه للكميه راه عندي كيلو ونصف. ها نتوما شفتوا عندي النص مهرشي
والنص معجن. كذلك اللوز هذا اللي قليت في الفران غادي ان شاء الله نطحنه كما كتشوفوا. بالنسبه هنايا للدقيق الفورس كما كتشوفوا هو هذا. بالنسبه للدقيق القمح الكامل ضروري ما طحنوه. كذلك الشوفان غادي تطحنوه حتى هو وتغربلوه. هذا الجنجلان اللي هشيت معكم اللي يعني اللي واحد مهاشي مطحون رقيق وواحد معجن كما كتشوفوا. ها نتوما كنحاول نوريكم يعني في الطحين واحد النسبه غطحنوها مهشيه واحد النسبه غطحنوها معجنه باش تجيكم القرمشه والتعليكه في نفس الوقت. ها نتوما اللوز اللي مطحون خفيف رقيق واللي كذلك معجن ها نتوما واللي مهاشي، يعني كل حاجه طحنوها ما بين 2 حتى 3. كذلك ها نتوما هذا اللوز اللي حمرنا في الفران اللي طحناه. ها نتوما كنحاولوا نديروا من كل حاجه. هذا كاوكاو. ها نتوما هادو الزرارع النافع حبه حلاوه غادي ندير 2 معالق كبار مملوئين جيدا من كل حاجه. وكذلك حتى من القرفه غادي نديروا 2 معالق حتى 3 اللي غادي تطحنوها على يديكم وتغربلوها تكون جديده. ها نتوما ما شاء الله غير الشكل ديالو حنا كنحاولوا نخلطوه راه كيفتح النفس. هنايا هذيك ديال المسكه الحره غطحنوها مع شويه ديال سكر كلاصي كما كتشوفوا. انا بالنسبه للسكر انا درت هنايا 500 غرام ديال السكر كلاصي، واحد الكوزه اللي حمرت، وهذوك القشور ديال اللوز انا احتفظت بهم لان اللوز عندي بلدي. طحنتهم مع واحد نص كويس ديال زيت الزيتون. ها نتوما والمليحه اللي غنعدلوا بها الذوق. هذاك اللوز اللي غتفسخوا القشره ديالو الا كان بلدي ما تلوحوهاش، نشفوها في الفران من بعد طحنوها مع نص كويس ديال الماء. هنايا كنزيد السكر على حسب الذوق والرغبه. وهنايا هذيك الخلطه اللي حمرت معكم في الكوكوت كنضيفها بشويه بشويه. ممكن ديروا هنايا شي بانيو كبير هو اللي غادي ينفعكم لان القصريه الصراحه انا عذبتني. من الافضل ديروا بانيو كبير وتستعنوا كذلك بالعجانه باش يعني تعركوه مزيان ويجيكم معروك كما كتشوفوا. هنايا كنضيف واحد الرابعه ديال الزبده اللي زبده سبيسيال وكديروها على نار حتى كترجع لكم نوازيط. يعني ضروري تاكدوا ان ما بقاش فيها الحليب بصفه نهائيه باش ما يخسر لكمش السلو. وهانتوما كما كتشوفوا السلو هو هذا النتيجه ديالو. عركوه مزيان كتحصلوا على سلو اللي واعر وبنين بزاف ومقوم وفي المتناول ديال الجميع. نعاود نقول لكم عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم هذا الشهر الفضيل بكل المتمنيات. وما تنسونيش من الاشتراك على القناه وكذلك اللايكات فضلا وليس امرا والبارطاج مع الحباب والصحاب ان شاء الله باش كل شيء يستفاد وتعمل فائده ان شاء الله وتشجعوا المحتويات النقيه. انا دائما كنشوف هذه المحتويات ديال الطبخ مهمشه بزاف بعكس المحتويات الفارغه اللي ما فيها حتى فائده كنشوفوا عليها اقبال. يعني حاولوا تشجعوا المحتويات فضلا وليس امرا نقيه، ماشي غير انا، جميع الناس اللي عندهم محتويات نقيه كما بغات تكون باش ان شاء الله كل شيء يولي عندنا مزيان وتولي البركه ان شاء الله في المجتمع ديالنا. وكنقول لكم هانتوما هالسلو معلق رائع وعواشركم مبروكه. الى فيديو ووصفه جديده ان شاء الله.